هي قمة أسفل الترتيب من دون منازع، تجمع فريقين يبحثان عن الانعطاق ولو باختلاف درجات الإحراج. الدفاع الحسني الجديدي في الصف ما قبل الأخير برصيد 21 نقطة، يستقبل المولودية الوجدية في الصف الحادي عشر برصيد 27 نقطة. كلا الفريقين في حاجة ماسة إلى نقاط المباراة. الأطوار انطلقت حامية، وكانت البداية لصالح المولودية الوجدية الذي بكر بالتهديف بهدف مباغت لنجم الفريق ياسين الدهبي في الدقيقة الخامسة. الدفاع الحسني الجديدي رد من خلال العديد من المحاولات الجادة، وجدت في المجمل الحارس الوجدي حاضر البديهة، لكن أبناء دكالة سيدركون المبتغى في الدقيقة 22 بهدف جميل للاعب عادل الحسناوي. رد فعل المولودية الوجدية كان صريحا للغاية من محاولة المتألق ياسين الدهبي، لكن كرته تذهب جانبا. الجولة الثانية عطلت بحماس قوي. الدفاع الحسني الجديدي تمكن من إدراك الهدف الثاني برأسية جميلة لوليد أزارو، كان ذلك في الدقيقة 58 من المباراة. رد فعل المولودية الوجدية كان من هاته المحاولة، لكن الكرة تنتهي في يد خالد العسكري. الدقيقة 65 من المباراة، خطأ فادح للحارس زكريا الأزهري، الكرة تنتهي عند أيوب نناح الذي مرر، ورأسية زكريا حدراف تنتهي بتدخل الحارس والعارضة. الدقيقة 70 من المباراة، وفي أعقاب محاولة دكالية الحكم يأمر بمواصلة اللعب، لكنه يعود بعد حين ليعلن عن ضربة جزاء بإشارة من الحكم المساعد. بعدما لمست الكرة يد المدافع الوجدي أحمد الرحماني، زكريا حدراف كان في التنفيذ، والهدف الثالث للدفاع الحسني الجديدي. تواصلت المباراة، لكنها عرفت انتفاضة للفريق الوجدي، وسيتمكن من تقليص الفارق بهدف أدركه المهاجم فارس حميتي. وفي الأطوار الأخيرة للمباراة، وتحديدا في الوقت بدل الضائع، كان المولودية الوجدية قريب من التعديل، لكن الحارس خالد العسكري في المكان المناسب. اولا بالمناسبه كنشكر اللاعبين اللي قاموا بلقاء كبير، رغم ان عده لاعبين يعني غائبين، ولكن المقابله كانت صعيبه، مقابله ضد فريق وجده اللي كان تاع اخر مقابله بالفوز، ما كانش عليه ضغط اكثر منا. حنا تقريبا الفريق الجديدي منذ المجيء ديالي وقبل ما نجي كان تقريبا واحد 6 شهور ولا 5 شهور ما فازوش في اي لقاء في داخل يعني البلاد، فلذا كان واحد الضغط رهيب على اللاعبين، ولكن الحمد لله انهم تحرروا بعد الاصابه، حرات اللاعبين، لعبنا الكل بالطبع باحترام طريقه اللعب ديالنا. والله الهدف المبكر وخروج الدرداري، خروج اضطراري تاع الدرداري غير نوعا ما واربك بعض الحسابات تاعي، فاظن ان المقابله ككل يعني ما درناش مقابله كبيره، ولو ان كنا قادرين لان خصم فتح لنا مساحات كبيره، تسلع بعض اللاعبين، اللمسه الاخيره، الايمان بالهدف الثاني، لان كان بين رجلينا، خاصه في الشوط الاول وين الذهبي يعني فاس يعني كان قادر يسجل هدف ويهنينا اكثر. المباراة تنتهي بفوز الدفاع الحسني الجديدي ب3 أهداف مقابل هدفين، رافعا رصيده إلى 24 نقطة، فيما تجمد رصيد المولودية الوجدية عند 27 نقطة.